بالنسبة للأسعار والدنيا، فإحنا رحنا للرئيس حسني مبارك في المستشفى، فلقينا معاه السيسي والسادات بيتناقشوا في موضوع الأسعار والغلو اللي إحنا فيه والاقتصاد اللي هو خلاص أصبح دلوقتي مهرتل الدنيا. فحسني مبارك بيقول والله أنا شايف الحل الوحيد يا سيسي إن أنا أرجع ولو شهر واحد، شهر واحد هتلاقي العرب جريوا، لأن هروح لسلمان ويا سلمان ايه تمنع البترول والكلام الفاضي ده؟ عيب. هو هتلاقي الخراطيم اتدلدلت من على الحدود والبترول اتشق عندك والامارات كله هيبعت لك. فطبعا السيسي بيرد يلا بيه، انا عايز اقول لك حاجه يا ريس، عايز اقول لك حاجه في منتهى الامانه. انا لقيت قطاع كبير من الشعب بيقول ولا يوم من ايامك يا حسني. لا والله انا بقيت اقول انا كمان كده، ولا يوم من ايامك يا حسني. صحيح كان في فساد، كان في سرقه، بس الدنيا كانت ماشيه وزي الفل. ولا رايك ايه يا سادات؟ لا، أنا ليا رأي تاني. أهم حاجة المواطن الفقير. أنا لما كنت قاعد أيامه وزودت الأسعار قرش ساعة الدنيا اتقلبت، وجات لي جهان السادات وقالت لي يا ريس الدنيا مقلوب. قلت لها أنا هرجع في قرار يا جهان. فقالت لي ده مش غلط، قلت لها غلط، بس دي مؤامرة بتستغل الشعب، وللأسف في ناس يعني جهان بينفخوا في النار وبيستخدموا الطبقة الغلبانة الفقيرة وقود للنار دي. ومن هنا أنا بحذرهم جميعا. الديمقراطية لها أنياب. أنا ممكن أولع فيكم كلكم وأحطكم في المعتقلات اللي أنا أوريدي هدمتها. ولا إيه يا حسني؟ لا صحيح دي فكره كويسه، احنا لازم نقرص على الناس اللي هي بتستغل الظروف الصعبه ويهربوا دولار. ولحد دلوقتي يا سيسي ده السولار والبنزين بيتهرب لبره. انا ليا ناس بصدري لغايه دلوقتي بيكلموني بيقولوا احنا بنلاقي البنزين بتاع مصر بيجي في تريلات كبيره وخزانات. فطبعا فحتى الراجل بيقول لي، يعني انا بقول بساله طب مش عارفك الحاجات دي من مصر؟ قال لي من ريحه البنزين، ريحه البنزين نتنه شويه فبيعرفوا ان هي من مصر. فطبعا الحاجات دي مش موجوده في اي دوله في العالم. كل ما تبقى البنزين ريحته نتنه فبيدي اكتر واقعيه. حتى انا ما قلت للسيسي الكلام ده كلام خطير. لا والله يا ريس فعلا انا مره معدي من على البنزينه مصر البترول لقيتها مقبره. صحيح انتوا لازم تعرفوا ان انتوا نور عينينا.